يلا بينا نفرز الكرنب ان شاء الله. النهاردة هنفرز الكرنب بطريقة سهلة جدا جدا جدا، وان شاء الله بإذن الله مظبوطة 100% وناجحة ان شاء الله. والنهاردة كمان هقولك على طريقة يعني نقطع بيها ورق الكرنب. لو قدامك 15 كرنبة هنقدر نقطعهم بكل سهولة. متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ويلا بينا نسمي لو نبدأ. اول حاجة هنجيب حلة كبيرة فيها مية، وهننزل فيها بمعلقة ملح وربع كوباية خل، وهنسيبهم لحد ما يغلوا على النار. وبعدين هنركنهم ونبدأ بقى ان احنا نخرع او نقطع ورق الكرنب اللي معانا. انا كان معايا في الفيديو ده بسم الله ما شاء الله يعني 4 كرنبات. وبعدين هنجيب قوالب تلج، وهنجيب حلة فيها مية او طبق كبير فيه مية من الحنفية، وهننزل فيه بقوالب التلج. مهم جدا جدا يا جماعة موضوع التلج ده، وهقولك ليه بعدين. هنا اول ما المية ما تغلي هنزل بالورق الكرنب معايا. تمام، تعالوا بقى هنا هتكلم معاكم على درجة التسوية وتركاته. بص يا ست الكل، ورق الكرنب اللي هتعينيه في الفريزر لازم يبقى انا الاول بس انا هسلقه، وبعدين هطلعه احطه في المية في تلج ضروري. الاول هنقول هنا ايه لازمة التلج. التلج ده ست الكل اول ما بتنزلي فيه الورق بعد ما بتطلعيه من الميه السخنه، اولا بيوقف عمليه السوا عشان الورق ما يستويش زياده. ده اول نقطه. تاني نقطه بيخليه محافظ على لونه وما يغمقش مهما قعد معاك في الفريزر. تمام. درجه بقى التسويه ست الكل لازم تبقى يعني ايه اقل من السوا الطبيعي. لازم تبقى اقل من السوى الطبيعي، لان كلنا بنواجه مشكلة ان احنا لما بنفرز ورق الكرنب ونيجي نطلعه بنلاقيه كله فيه مية كتير، فيه مية زيادة، فاوريدي بيبقى ايه مستوي زيادة وبقى مهري في ايدينا. فاحنا عايزين نتجنب كل ده. درجة التسوية تبقى اقل من الدرجة العادية بشوية، وانت كده ماسكاه في ايدك بتحس ان هو بيخرط كده بيخرفش كده في ايدي جامد شوية. ده لازم علشان وكمان تعلميه بايه، لما تيجي كده تمسكيه بايدك صبعك يعلم فيه. تمام، يعني إيه؟ ما يدخلش بسهولة فيه كده. ده عشان لما تحطيه في الفريزر اظن تقريبا باين معاكوا درجة التسوية. عشان لما تحطيه في الفريزر ويشرب مية، هو ورق الكرنب من الحاجات اللي انا مش بفضلها اوي في التفريز، بس انا كان عندي كمية كان لازم افرزها. تمام. وطريقة بقى التقطيع زي ما انتم شفتوا كده معايا، بحط 5 6 7 8 ورقات على قد السكينة اللي معايا ما هتمشي فيهم، وحطهم بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وهقطعهم بالطريقة دي. طبعا انا بقطع حسب حجم الورقة اللي انا عايزاه، وحسب الطول والعرض اللي انا عايزاه. انا بالنسبة لي كطول وعرض دول حلوين جدا. الكرنب يا جماعة انا قبل ما بعمله طبعا الاول هنحط الورقة الكبيرة وبعدين الورقة الصغيرة. قبل ما بعمله بخرعه عشان استفيد بالعنق بتاعته اخللها. يعني انا بسم الله ما شاء الله الاربع كرنبات دول خلولي برضو شويه حلوين، فنستفيد بقى يا جماعه. يعني احنا في زمن زي ده محتاجين نستفيد من كل حاجه. تمام، شايفين حطيت كميه ورق محترم ازاي. طريقه التقطيع دي سهله جدا جدا ومنجزه جدا جدا. شايفين دول كميه بسم الله ما شاء الله كميه كبيره. شايفين بقى ازاي الطريقه سهله جدا وبسيطه جدا جدا وسريعه. ده بقى لو انا شفت حجم الورقة، ساعات في ورق بيبقى اكبر من بعضه، فهقطعه بالطريقة اللي شايفينها دي. وكمان الطريقة ديت سهلة في تفريز الكرنب، طريقة التقطيع دي، عشان لما بتيجي تحطيه في الفليز في الكيس بتحطي كل صف على بعضه زي ما انا محطاه كده، وتحطيه في قلب الكيس، ولما تيجي تطلعيه وتسحبي منه بيبقى سهل جدا جدا في التطليع. انا بعمل معاكم كام واحدة عشان انا عايزة اوريكم حجم الورق او حجم التقطيع. هي التقطيع دي حلوة جدا. هنا بقى لو انت ما شلتيش العنق بتاعته او ما قرعتوش كويس، بيبقى في ساعات القلب كده بتسلقيه كله مع بعضه. هتسوي الورق بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وبعدين هتيجي تقطع العنق بتاعته كده. دي برضو الطريقه دي سهله جدا برضو. لو هي كرنبايه واحده هتخرعي بقى وتقطعي عنق وكده، لا الطريقه دي سهله.
بعدين هجيب بقى اكياس، بس انا جايبه اكياس حجمها كبير، وهرص الورق الاخضر تحت الاول. هرص الورق الاخضر تحت الاول بالتساوي زي ما انتم شايفين كده، وبعدين هرجع بقى ان انا اقسم الورق الاخضر عليه. يعني انا قطعته كله وكده، وبعد كده ايه، رصيته بنسب متساويه في الاكياس دي. تمام. وهملى الكيس زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. بص بقى يا ست الكل، بعد ما تملي الكيس بالكميه اللي انت عايزاها، على قد ما تقدري، على قد ما تقدري تخرجي الهواء اللي في الكيس. شايفين انا كنت بخرج الهواء ازاي؟ على قد ما تقدري تخرجي الهواء، عشان دخول الهواء جوه اكياس التخزين حاجة مش مفيدة ومش كويسة خالص. وده كان اول كيس انا خلصته، بس لسه برضو هرجع اضغط عليهم واخرج الهواء قبل ما ادخله الفريزر. هاجي بقى في الكيس التاني زي ما عملت في الكيس الاولاني، وهم عملوا معايا 3 اكياس. ف3 اكياس بالحجم اللي انتوا شايفينه ده كانت كمية كويسة جدا. وزي ما قلنا هنوزع الاخضر بكميات متساوية فيه. وبس، الطريقة خلصت، وجربوها وان شاء الله هتعتمدوها، لان هي مضمونة جدا ان شاء الله، باذن الله مضمونة. بس اهم حاجة اكد عليها ان انا قبل ما ادخلهم الفريزر لازم اكون مطلعة منهم الهواء بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. ويلا اترككم في رعاية الله، ومتنسوش اللايك والسبسكرايب.